أسطورة كرة القدم اللبنانية رضا عنتر، أهلا بك إلى برنامج توقعاتي. مساء الخير مريم، شرفني أكون معكم اليوم. ثانك يو. رضا، اليوم توقعاتك رح تكون عاطفية أم واقعية؟ حاول أكون واقعية أكثر. سوريا تبقى. نعم. بين فلسطين وليبيا. فلسطين يبقى. فلسطين. نعم. ليبيا تغادر. لحديت هلا شايفة تفوق العرب آسيا بتوقعاتك؟ لأنه المنتخب الفلسطيني شفنا الأداء اللي حققه بكأس آسيا وكمان بالتصفيات. بين عمان والصومال. عمان أكيد. عمان. بين جزر القمر واليمن. هاي مباراة صعبة. أعتقد حروح مع اليمن، يعني هيدي صعبة شوي. امشي عاطفيا، مع انه قلنا ما لناش نروح عاطفيا، بس حنمشي عاطفيا بقول بروح مع اليمن. اليمن. عاطفة مع عرب آسيا. بين موريتانيا والكويت. الكويت. الكويت. طلعت كل افريقيا برا. بين البحرين وجيبوتي. بحرين. بين، قبل ما تقلي بين لبنان والسودان، فنيا مين كعبه اعلى بين السودان ولبنان؟ متقاربين، يعني المنتخب السوداني ما هالمنتخب، يعني بحضر مرات تصفيات كأس أفريقيا لأنه بيلعبوا مع منتخبات أفريقية، ما المستوى تقريبا متقارب، بس بدنيا المستوى السوداني ومستوى السوداني أعلى من بدنيا، أعلى من المستوى اللبناني، أبقى تكنيكيا المنتخب اللبناني أعلى. لو أنت كنت مدرب منتخب لبنان بهالمباراة، شو أول قرار تاخده قبل اللقاء أو خطة لعب؟ خطة لعب أكيد هيدا مباراة تأهل، ما حافتح ملعب بسهولة. كمان بدي راقب المباراة المنتخب السوداني، وين نقطة ضعف ونقطة قوة لإله، اشتغل عليه مع نقطة الضعف تاع لو المنتخب أنت مدرب بتفوزهم على السودان وبتأهلهم للنهائيات، قادر بوجود المواهب الكرة، يعني بعض العناصر الموهوبة بمنتخب لبنان؟ أكيد عندنا منتخب قادر تأهلهم للنهائيات لو كنت المدرب؟ أكيد قادر أتأهلهم، لأنه بحس منتخب تكنيكيا بس اشتغل عليهم ذهنيا ويشتغلوا بدنيا، منتخب لبناني فيه يتأهل من يربح على منتخب السودان. طب هلا بتوقعاتي مين رح تأهل؟ إن شاء الله لبنان. شو إن شاء الله؟ إن شاء الله إن شاء لبنان الله أكيد، بس إنه بدي جواب بدون تردد. قول السودان. ضيعتني عم كابتن. تكون، لا عم تقولي كون صريح معك. لا، عم بقول انت قلت لي رح تكون واقعي، وهلا قلت لي لو انت كنت حكون مدرب لو انا المنتخب. كنت مدرب شيء ثاني، بس الطريقه اللي عم شوف المنتخب مع منتخب بوتان والمباريات الثانيه اللي حضرتها للمنتخب، يعني انت عم بتقول رادولوفيتش غير قادر على قياده، اكيد بصراحه اكيد مش بس بكل انا. صراحه على قياده المنتخب الى نهائيات كاس العالم. نعم. اذا لبنان يغادر. نعم. اذا منتخب لبنان يغادر كاس العرب، لا يتأهل إلى نهائيات كأس العرب، ومنتخب السودان يواصل. كابتن، قبل ما نبلش التوقعات الجدية، خلينا نرجع شوي للبدايات بس باختصار. طبعا شو أصعب شيء واجهته برحلتك نحو الاحتراف بألمانيا، وكيف أقنعت نفسك أنك قادر تنافس هونيك كلاعب يعني قادم من لبنان، وهل للحظة فكرت أنك بدك تستسلم وترجع على لبنان؟ اصعب شيء مشواري بالمانيا هن اول 3 اشهر. هون بتفقدي عن جد، بتحسي اول 3 اشهر بالغربه، وبهال 3 اشهر خاصه عم تحاولي تفوتي بالسيستم تاع الفريق، بدك تلعبي ما عم تاخذي دقائق. تارك لبنان افضل لاعب بلبنان، ربحان افضل لاعب بلبنان عمره 20 سنه، اهم لاعب يمكن اهم لعيبه موسى حجاج تاريخ الفوتبول اللبناني، راح الدوري الالماني ما حدا بيعرفك، تحاول تفوت بالسيستم الفريق. هامبورغ من اكبر انديه بالمانيا، فاول 3 اشهر كانوا كتير صعبين، لعبت فيهم يمكن مباراتين، مباراه 5 دقائق ومباراه الثانيه 15 دقيقه. وبالوينتر بريك بديسمبر دائما نحن عنا العطله الشتويه، رجعت جمعتين على لبنان. هالجمعتين اللي رجعت فيهم على لبنان يمكن اخذت نفس، ورجعت على المانيا حطيت عقلي انه خلص، او بترجع لبنان او بتبقى بالمانيا. وبالدور الثاني لعبت من اصل 18 ماتش، لعبت 15 مباراة مع هامبورغ، ومن وقتها الحمد لله مشيت. مين من اللاعبين حاليين او الجيل الحالي عنده القدرة للاحتراف باوروبا؟ اعطيني اسمين. وين باوروبا؟ باوروبا هلا اليوم في عنا لاعبين بقبرص، بس نحكي دوري الماني
دوري انجليزي، اربع دول الكبرى توب. توب فايف. ما بشوف اي لاعب حاليا، يمكن هول اللي عم بيلعب بقبرص بعد سنتين ثلاثه شوف شو مستواه لوين بده يوصل، بس من الدوري اللبناني يروح على الدوري الالماني او الانجليزي او الايطالي او الاسباني، عم بكون كثير صريح، صعب يشوف اي لاعب حاليا. طيب نواصل رحلة التوقعات. على مسؤوليتك كابتن رضا، مين أول ومين وصيف المجموعة الأولى بين قطر، تونس، سوريا والفدائي الفلسطيني؟ جروب اي بشوفها بين ما في بين لا بتوقعات، يعطيني أول توقعاتي جروب المجموعة. اي اكيد قطر، تونس. قطر في المركز الأول، تونس المركز الثاني. تونس المشاركة بالصف الأول تقريبا، قطر عم يلعب، وصيفة النسخة تنسيش الماضية. قطر بطل اسيا أكيد، ومؤهل لكأس العالم. مؤهل لكأس العالم. ما أنت وتونس مسؤول عن لا، توقعات. قطر قطر وان. في الصدارة، تونس في الوصافة. الآن بين المغرب، السعودية، عمان واليمن، بطل هذه المجموعة ووصيفة. المغرب ما مشارك بالصف الأول، ولكن بشوف لأنه دائما بين السعودية وعمان حيكون مباراة كثير صعبة. من اليمن الرابع، فبشوف بس المغرب المغرب ربحان أولمبية المغرب برونزية أول بالمجموعة، والسعودية لأنه دائما ديربي السعودية وعمان ممكن ياخذوا عمان نقطة من السعودية، بس بتأهلوا السعودية بالمركز الثاني. إذا المغرب في الصدارة والسعودية ثاني هذه المجموعة. المجموعة الثالثة التي وصفت بالأصعب، مصر، الأردن، الكويت، الإمارات والكويت. فعلا هذه أقوى مجموعة، فحط مصر بالأول. الأردن تأهل كمان على كأس العالم، وصيف كأس آسيا، حط الأردن المركز الثاني. المجموعة الأخيرة حاملة اللقب، الجزائر تصطدم بالعراق، البحرين والسودان. أول وثاني. الجزائر عراق. طول الجزائر في الصدارة وعراق ثاني. وعراق ثاني. طيب كابتن، هلا خلينا ننتقل لفقرة الأسئلة السريعة، ناخذ بريك من التوقعات. بكلمة، مين اللاعب اللبناني اللي بتشوف فيه نسخة رضا بين قطر والسعودية؟ قطر مع لوبيتيجي والسعودية مع إيرفي رينار. سالم الدوسري أم أكرم عفيف، من يواصل ومن أكرم عفيف قطر. أكرم عفيف. بين مصر والعراق؟ العراق الأكثر تتويجا بكأس العرب. العراق ممكن لأنه جمهوره الكبير، كمان مصر حيجي جمهور كبير على قطر. الجالية المصرية كبيرة. الجالية المصرية الجاليين يعني جمهور كبير، بس حروح مع مصر. تروح مع مصر؟ مع انه بس قادر العراق يفوز على اكيد مصر. اكيد. أوكي. منتخب العراق منتخب يعني جيد، بس عم بيعاني. عم بيعاني لانه بشوف الفوتبول العراقي يعني من اصل ثلاثه اللي بالعراق اثنين بيلعبوا فوتبول للاسف. وين كان منتخب العراق بال 2008 وحاليا بعده عم يبني، ما وصلنا للمنتخب العراقي اللي بنعرفه اللي فاز بكأس آسيا 2007. الآن بين المغرب وتونس، قمة إفريقية خالصة بين مدربين محليين، تونس قادرة تفوز على المغرب؟ بالصف الأول. إذا تونس عم يشارك في الصف الأول والمغرب الصف الثاني، بعتقد قادرين يفوزوا على المغرب. إذا تونس تقصي المغرب وتتأهل إلى مربع الكبار. الآن مباراة كبيرة جدا بين حاملة اللقب الجزائر، محاربي الصحراء، ومنتخب النشامة. حيمشي مع النشامة لأنه النشامة حيلعب الصف الأول. إذا قدموا المستوى اللي عم بيقدموه بتصفيات كأس العالم وكأس آسيا، والجزائر أكيد ما حيمشي بصف الأول لأنه 3/4 لعيبته عم بيلعبوا بأوروبا. فشوف منتخب الأردني بيفوز على منتخب الجزائر. قادر يفوز على حمل اللقب؟ قادر يفوز على منتخب الجزائر لأن 3/4 منتخب الجزائر المحترفين ما حيكونوا موجودين بكأس العالم. فحامشي مع منتخب الأردن. إذا الأردن تقصي حاملة اللقب الجزائر وتتأهل إلى النصف النهائي لتضرب موعد مع نسور قرطاج. كابتن، قبل ما نتعرف على هوية بطل كأس العرب، لو أعطيتك ممحات أي لحظة من مسيرتك تمحيها بلا تردد؟ أكيد إصابتي بال 2003. يعني كنت
موسم بهامبورغ، أول 5 مباريات بعدك عم تدعسي كلاعب أساسي، وسادس مباراة كسرت إجري أمام كايزرسلاوترن. الإصابة 7 أشهر. أنا مع إنه توقعت تجاوبني جواب تاني، بدك تعرف شو هو؟ قليلة. تمحي مسيرتك كمدرب. مسيرتي ما بمحيها. راضي عنها؟ راضي عنها كخبرة، تعلمت كتير اشياء كمدرب وكمان بالحياة مع العالم كمان، خاصة من الفوتبول اللبناني. هلا لو اعطيت رضا عنتر عصا سحرية، شو أول شي بيغيره بالعالم وتحديدا بالوطن العربي؟ حاليا الاشياء عم نمر فيها اكيد ان كان بفلسطين ولا كان بجنوب لبنان او بقاع لبنان، العصا السحرية بحب الشعب. شو بتعمل فيها للعصا؟ بغير، بحاول اكيد الشعب الفلسطيني وشعب غزة وشعب جنوب لبنان يعيشوا بسلام. اكيد يعيشوا بسلم ويعيشوا بحرية ويعيشوا مثل العالم الأوروبية ونعيش أحسن منهم. ليش لا؟ نعم. لو أعطيتك بطاقة حمراء ريد كارد ترفعها بوجه مين؟ بوجه شخص أو موقف؟ نتنياهو. لو أعطوك فرصة تمثل منتخب غير لبنان، أي منتخب بتختار؟ أكيد منتخب سيراليون، المنتخب البلد اللي خلقت فيه. لو أعطيتك آلة زمن تعيش مباراة من أول وجديد لتغير نتيجتها، أي مباراة؟ لغير نتيجتها؟ لا، ما بغيرها، بخليها مثل ما هي. بس مباراة لبنان مع كوريا اللي فوزنا عليها 2-1 إذا بدك، لأنه يمكن أفضل مباراة بيلعبوا المنتخب بتاريخ منتخب اللبناني، ورجعنا 50-60 ألف متفرج على الملعب، وفوزنا على كوريا لأول مرة بنفوز على كوريا، وتأهلنا للفاينل راوند بتصفيات كأس العالم لأول مرة، وربحت أفضل لاعب بالأسبوع بالعالم. يمكن ربحت ترجع تعيش لحظة يعني براود مومنت. بس امحيها لا. طيب آخر سؤال، لو أعطيتك فرصة تكون رئيس الاتحاد اللبناني ليوم واحد، شو أول قرار بتاخده؟ أول قرار بياخده أول شيء النظام التوقعات، هذا النظام إنه مدى الحياة أول شيء بمحيها، لأنه عندي يوم واحد، عندي أيام الاتحاد اللبناني بده شغل كتير، اليوم واحد ما في يعني. تعمل بيوم واحد؟ أكيد الإمضاءات اللعيبة اللي بيقوم بمدى الحياة هذه بمحيها كلها، بصير في عندي عقود للعيبة، وكمان بحاول أحمل اللعيبة والأندية بهذا الموضوع، وفي أكيد بهاليوم ممكن غير كتير عالم بالاتحاد. هي أكيد مثل أول لا اسماء بلا اسماء في، يعني ما جاي لسمي اسماء وانت وهاجم حدا، بس كثير بدي اقول لك 80% او 90% لازم خلص يقعدوا ببيوتهم ويعطوا فرصه لحدا ثاني. اوكي. بعد 25 سنه خلص بكفي هالقد. بين قطر ومصر مين كعبه اعلى؟ كعبه اعلى؟ مين بيتأهل للنهائي؟ غيرت لك اياه. حامشي مع قطر صاحب الارض. عم بتجامل قطر؟ لا، ما عم جامل قطر، لانه لما قلت مين كعبه اعلى كان جوابك حيكون غير. دائما انا عم بمشي المنتخب المصري حيجي معظم لعبتهم بالدوري المصري. بس في هو كوكتيل بين نجوم. بس بشوف المنتخب القطري احسن من المنتخب المصري. قطر الى نهائي كأس العرب بين منتخب النشامة ونسور قرطاج. ممكن نشوف قطر أردن نهائي ثاني كأس العالم. هالقد بتآمن بعرب آسيا؟ منتخب، شوف كم منتخب تأهل على الكرة الآسيوية تطورت، يعني قادرة أكيد شوفي كم منتخب عربي تأهل على كأس العالم، كم منتخب كان يتأهل بالقبل، وكم منتخب عربي اليوم تأهل على كأس العالم من آسيا. يعني أهلتم كلهم. دقت بعينك منتخب لبنان؟ نو لكن ترجعينا لورا. على قليل نشوف لبنان بتوقعاتك كنا. اكيد بتمنى اشوف منتخب لبنان باحسن حالات، يعني ونكون موجودين مع المنتخبات الكبيره، بس للاسف ان شاء الله يتاهلوا، ان شاء الله انا مع منتخب ان شاء الله اطلع انا معقول هلا هي توقعاتك قبل الملحق حتنعرض الحلقه تكون احبطت اللاعبين؟ انت بتعرف هالشيء؟ لا بالعكس، ان شاء الله تحطيها قبل هيك، يكون انا مثلا شجعت اللاعبين ليفرجون انه انا غلطان، وان شاء الله اكون انا غلطان، منتخب لبنان يتاهل ان شاء الله. مين بتختار بين تونس والاردن؟ اردن. بحب المنتخب الاردني.
يعني الأردن خلاص. الأردن إلى نهائي كأس العرب في تكرار لنهائي كأس آسيا الذي أقيم في قطر وفازت به قطر ب3 أهداف دون مقابل على الأردن. الآن من هو بطل كأس العرب؟ الأردن. يعني الأردن باي باك، يعني باك حيكون منتخب الأردن. نشوف على المنتخب القطري حيتعلم من أخطائهم بس غير بكأس مدرب. آسيا. بكأس آسيا كان معهم عموته، هلا معهم عموته جمال. أهانوا على كأس العالم. اوكي بس يعني عموته وكابتن العمل يحسب لعموته ويحسب لعدنان حمد أكيد كمان اذا بدنا أكيد نحكي. ويحسب للجوهري جوهري صح. كمان. كمان للأساطير اللاعبين السابقين كمان لعبوا مع منتخب الأردن. بس المنتخب الأردن يعني بشوفي كنا قبل الحلقة عم نحكي مع الكابتن في أكثر من 15 لاعب محترف. أردن. وبحس المنتخب الأردني من الأخطاء حيحضروا مباراة قطر بكأس آسيا. حيتحضروا منيح لهالمباراة. اتس لايك كيف بتقول لك ريفنج لهالمباراة. باي باك مباراة تأرية. إذا الأردن بطل. إذا الأردن بطلة لكأس العرب 2025 على حساب المستضيفة قطر على مسؤولية كابتن رضا عمدان. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلك أحدث تحليلاتنا الرياضية اليومية.